السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حال. طبعا طبعا كلنا يوم الاجازة بنحب ندلع كده ايه ولادنا واسرتنا، ونعمل لهم اكلة كده حلوة تفتح النفس يكونوا بيحبوها، لاننا طول الاسبوع بنبقى يعني في ضغط شديد، مذاكرة وصحيان بدري ودروس وشغل وبيت وحاجات كتيرة قوي. يلا نسمي الله، نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدأ النهاردة نعمل ايه؟ صينية مكرونة نجرسكو كده بالفراخ، بس سهلة وجميلة، وصينية كفتة كمان جنبها، يعني اخر دلع. عندي بقى ايه؟ بصلاية حلوة كده بشراها مع جزراية مبشورة مع فلفلاية مثلا رومي وواحدة حامي، او مش عايزة حامي خالص براحتك، عايزة تشيلي الفلفل الاخضر تحطيه الوان برضو براحتك. بشرت ده كله ونزلت فيه، نزلت عليه بالبهارات والتوابل بتاعتي، حطيت فلفل اسود وملح وشوية من بهارات الفراخ، وممكن تحطي رشة زعتر لو بتحبيه، ممكن تحطي شوية كزبرة كمان، بتبقى حلوة جدا مع الفراخ. هقلب ده كله على بعضه، وانا بحب العصاج بتاع الفراخ بتاعت النجريسكو. بحب ايه؟ مش بحب اشوح الفراخ الاول بعد او قصدي البصل الاول بعدين انزل عليها بالفراخ. لا، انا بحب اسيبها شويه في التتبيله بتاعتها دي وشويه الخضار الحلوين، الفراخ تاخد من الطعم، تشرب من الطعم، فبتبقى النتيجه النهائيه غير، بتبقى حلوه جدا. حطيت لها معلقه خل صغيره وقلبت كل المكونات بتاعتي دي مع بعضها، وهنزل بقى دلوقتي بالفراخ بتاعتي مقطعاها كده ايه زي تقطيعة الشاورما، مش مفرومة زي اللحمة، لا، مقطعاها زي تقطيعة الشاورما بالظبط. هقلب ده كله، الفراخ بقى تشرب من التتبيلة دي وتاخد من طعم الخضار، وكله يبقى ايه، متجانس كده مع بعضه. ممكن اسيبها بس يعني حاجة بسيطة، ربع ساعة. الفراخ اصلا يعني طالما متقطعة صغير كده ما بتاخدش وقت عشان تشرب التتبيلة، اسفة، بس النتيجة بتبقى تحفة. الاكل ما تستصعبيهوش، يعني ما تقوليش يا مكرونه بقى وبشاميل وعصاك، دي هتاخد مني وقت طويل وتفاصيل كتير. لا بالعكس، نظمي وقتك ونظمي خطواتك، هتلاقي الدنيا مشيت معاكي سهله وفي منتهى السلاسه. معايا طماطمايه مش هاخد الجلد بتاعها، هبشرها كده، والجلد ده خلاص انا مش عايزاه، هستغنى عنه، بتدي لون حلو للفراخ، وهي بس طماطمايه واحده، مش هناخد كتير. هركن معايا بقى التتبيله الحلوه بتاعت البانيه دي او الفراخ دي، هركنها معايا شويه، ربع ساعه. هجيب بقى الجريل بتاعتي بعد ربع ساعه، احط فيها شويه زيت واسخنها كويس قوي قوي قبل ما احط فيها الزيت، يعني اسيبها تسخن قوي وبعدين انزل عليها بايه، شويه الزيت، وهوزع الفراخ بتاعتي كده على الجريل كلها. انا مش عايزاها تجيب ميتها خالص، عايزاها تحتفظ كده بالعصاره اللي فيها، وما بقلبش على طول، انا بسيبها تاخد الصدمه الاولانيه. بصوا بالنسبه للصوره هي واضحه، مش منزله اي ميه. في اثناء الوقت ده كنت حاطه ميه تغلي عشان اسلق فيها المكرونه، يعني هستفاد بنفس الوقت اللي انا بعمل فيه، بدل ما اعمل حاجه واحده لا اعمل حاجتين وثلاثه، فخلص كل الاكل في نفس الوقت، وكمان ما اقفش وقت طويل في المطبخ. الفراخ معايا اهي استوت وجميله، ما نزلتش اي ميه، لونها تحفه بسبب الطماطمايه وشويه البهارات اللي احنا حاطينهم. عملت لها فحمايه هتديها ريحه تدخين خطيره خطيره في قلب صينيه النجريسكو. بالمناسبه ممكن النجريسكو تتعمل بالمكرونه القلم او المكرونه السباكيتي، فاللي انت بتحبيه اعملي بيه، مفيش اي مشكله. عندي بقى غطيت الصينيه الجريل بتاعتي عشان ريحه الفحم تفضل جوه الفراخ، وجبت بقى ايه 5 معالق مليانين من الدقيق، وشويه كده حلوه من السمنه على زيت، وشوحت الدقيق ده بس اشم ريحته كده خلاص. نزلت عليه بكيلو من الحليب، رشه من الملح، رشه من الفلفل الاسمر، شويه من ال7 بهارات، ورشه كمان من جوز الطيب، بتبقى حلوه جدا مع البشاميل، رشه صغيره خالص، رشه واحده كده. ولو عندك مرقه
مكعب او مرقة فورية، بس دي كانت عندي من زمان، يعني انا ما بقتش بجيبها اصلا، ولا حتى المكعبات نادر قوي. يعني ممكن طول الشهر مثلا استخدم 4 5 مكعبات طول الشهر. البشاميل بتاعي ياخد بس غلوة، او بالمناسبة بزوده مج كمان او مجين من المية اللي سلقت فيها المكرونة. ولو عندي بقى سلطانية قشطة كمان في الفريزر من بتاعت وش اللبن بضيفها عليه. لو عندي مكعبين جبنة آه، اللي هي الكيري او مثلثين جبنة، اي نوع جبنة عندك حطيها، بتدي يعني طعم كريمي خطير في البشاميل. حطيت جزء في الصينية من تحت، وحطيت كمان شوية بشاميل على المكرونة. رصيتها كده، وما بحبهاش تكون عالية قوي، مش بعمل كيكة، مش عايزة خرطة المكرونة تكون عالية قوي. نزلت عليها بالفراخ بتاعتي الجميلة، هي وزعتها. بقيت المكرونة برضو قلبت عليها بشاميل. البشاميل قوامه متوسط، ولا هو خفيف ولا هو تقيل. وهبدأ ان انا اوزع كده، اغطي كل الفراخ بتاعتي، وانزل بقى بالبشاميل اوزعه برضو على وش المكرونه. انا ما عنديش موتزاريلا، بس لو عندك موتزاريلا وعايز تحطيها في المرحله دي مفيش مشكله. عايز تحطي جبنه رومي بتبقى تحفه وخطيره مع البشاميل برضو براحتك. بس انا هنا اكتفيت بالقشطه بس، يعني قشطه بس ادتني قضت معايا الغرض. بصوا بقى المكرونه بقت لونها تحفه. بالمناسبة بسويها ازاي؟ بسيبها ربع ساعة بس على الفرن مفتوحة من تحت، والمهم ان الفرن تكون سخنة. وبعد ربع ساعة بفتح عليها الشواية، ما بحطهاش كتير. الاكلة التانية بتاعتنا بقى الكفتة. معايا نص كيلو من اللحمة المفرومة، وفيها نسبة دهون، ومعايا يعني فصين توم كده مفرومين ناعم. معايا بصلاية مبشورة وعصراها، وكمان معايا معلقة هريسة شطة. وجبت رغيف عيش بايت، رغيف عيش بايت بس مهم ان هو يكون بايت. عملت مية البصل اللي انا عصراها حطيتها عليه، مع يعني 3 4 معالق مية. يعني زودت مية البصلاية ب3 4 معالق من المية. وبليت رغيف العيش البايت اللي معايا ده. واضفت بقى الملح والبهارات، فلفل اسمر 7 بهارات سنة مثلا قرفة، نص معلقة صغيرة كده من البيكنج باودر عشان الكفتة بتاعتي تبقى هشة كده متبقاش مكتومة. حطي كمان نص معلقة من السكر تديها طعم جميل. ورحت حاطة في الكبة بقى رغيف العيش بتاعي ده. بعد ما بليته ضربته ضربة في الكبة، ونزلت عليه بقى باللحمة والبصل والفلفل والثوم، كل الخلطة بتاعتي دي النتيجة بعد ما اتضربت في الكبة. بليت ايدي كده، ممكن مسحة مية، بلت مية او مسحة زيت، ممكن كده او ممكن كده. وابدأ اسيخها، بتطلع معايا متماسكة وجميلة. ممكن بقى لو لقيتيها طرية قوي بتعملي بتحطيها في التلاجة شوية، او بتديها معلقة بقسماط. بحب اسيخها على المسن كده. بصوا ما شاء الله متماسكة، ما بتقعش من على السيخ، ما بتفكش في ايدك. ممكن اديها، اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، لو لقيتيها طرية قوي بتلزق في ايدك، ممكن تديها رشة بقسماط. احيانا بعمل لها ارضية من البصل والجزر والفلفل، واحيانا لا. اكتفيت كده بالكفتة في معلقة سمنة، وحطيت بس طماطمايه كده قطعتها وقرنين فلفل سبتهم استووا مع الكفتة. بحطها في الفرن بقى. المهم عندي ان الفرن تكون سخنة، سواء وانا بسوي المكرونة او وانا بسوي الكفتة. بندخلهم على فرن اصلا سخنة. شوية الصوص بتاعها ده بيبقى تحفة تحفة، تاكل كده بيبقى خطير. بتغمزيه كده، تعملي جنبها بقى طبق سلطة خضراء، وطبق طحينة براحتك، طبق مخلل، حمري شوية بطاطس، بتبقى أكلة خطيرة. طبعا دي مرة في الأسبوع كده تفريحة، مش كل يوم. في العادي ممكن نعمل دي في يوم والبشاميل في يوم. يا رب تكون الأكلات النهاردة عجبتكم وتجربوها، سهلة جدا. وممكن تعملي الكفتة كمان فحمية، وبألف هنا.